هتشارك بحضرتك؟ الكاتب صاحب عليا مصر. الكاتب صاحب عليا مصر. اهلا بحضرتك، ايه رايك في حفله النهارده؟ والله بص، هو مش غريبه ان دكتور عطيه يوسف ان يعمل كل فتره حفله للعيال الاطفال ذو الهمم. دي لمسه جميله جدا جدا منه، انه يفرحهم ويسعدهم ويحسسوا انهم موجودين، انهم عايشين في وسطنا، انهم ليهم كيان، انهم لسه على ارض الواقع. كل فتره بيجمعهم هنا وفي كل مكان، بيساعدهم. عمل فرق حلوه قوي قوي قوي، عمل مونولوجيست حلو قوي، بيلمهم كنوع من الحب، كنوع من الود، كنوع من السعاده. فدي بحد ذاتها انك تزرع الحب بين الاولاد ديت، او تسبب بالفرحه او السعاده، دي حاجه تابعه عند ربنا، دي جاب الخواطر عند ربنا. فانا بشكر عطيه يوسف كاخ وصديق، هو اصلا كاعلامي وكصديق عامل حلو قوي قوي في الحته دي بالذات. الناس كلها بتحبه جدا جدا لله. تمام؟ بس شو بدك اول مره تشارك في حفله للدكتور عطيه؟ لا انا بقالي فتره من الدكتور عطيه يوسف، بقالي على اكتر من 5 سنين. كنا هنا في كايرو مول في رمضان، حتى في رمضان بيعملوا حفله افطار لجميع الاطفال دول واسرهم، يعني مش ليهم بس، ده هم وعائلتهم بييجوا يساعدهم في الفرحه في رمضان في العيد في كل مناسبه، عاملين حاجه حلوه ليه قوي قوي. فدي حاجه تنجز ليه هو، حاجه الدوسي بتاعه كحاجه مشرفه ليه، انه بيفرح قدي ويساعدهم، حاجه حلوه جدا صراحه يعني. وهدايا يعمل لهم كل حاجه، كل اي حد معاه ممكن يساعد معاه، كوجبات، كهدايا، كفرحه، كناس كتير بتيجي تغني تعمل الحفلات دي، حاجه حلوه جدا جدا جدا. فانا بشكره عليها، يعني بشكره عليه عشان هو برنزيت صراحه يعني. كلمه للدكتور عطيه؟ نعم؟ كلمه للدكتور عطيه؟ انا بشكر لاخويا وصاحبي وحبيبي الدكتور عطيه، انا بشكره جدا جدا من كل قلبي على كل اللي بيعمله، بالذات ذو الاعاقه وذو الهمم، عشان دي حاجه حلوه قوي قوي عند ربنا يعني صراحه. مشكور جدا على اللي بيعمله. شكرا لحضرتك.